اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده على قناه من قلب التاريخ. احب اني كل الشعب المصري بعيد تحرير سيناء الذكرى ال 44 لعيد تحرير سيناء. كل سنه وانتم طيبين جميعا، وربنا يجعل يا رب السنه كلها اعياد وافراح وخير على الشعب المصري كله. الحلقه ديت انا بهديها لاخواتنا في الوطن، اخواتنا المسيحيين. طبعا في تاريخ مصر شخصيات بتعدي وشخصيات بتسيب اثر، لكن قليل جدا اللي بيتحول لرموز خالده. ولما نتكلم عن القداسه الحقيقيه والزهد الحقيقي والايمان اللي يحرك الجبال، لازم نتكلم عن البابا كيرلس السادس. رجل عاش بسيط كراهب، لكنه صار أسطورة حية روحية. طبعا رجل ملأ الدنيا معجزات، لكنه عاش في منتهى التواضع بطريقة لم يحكم فقط كنيسة، لكنه لمس قلوب الملايين. مين هو الراهب الصامت اللي أصبح بابا المعجزات؟ ازاي عاش حياته وايه سر العلاقة بينه وبين القديس ماري مينا؟ وليه ناس كتير لحد النهاردة بتقول ان معجزاته مستمرة؟ النهاردة هنفتح ملف واحد من اهم الشخصيات واعظم الشخصيات الروحية في تاريخ مصر. مين هو البابا كيرلس السادس؟ اسمه قبل الرهبنة عازر يوسف عطا. اتولد في 2 أغسطس سنة 1902 في دمنهور. من صغره كان مختلف، هادئ، ميال للصلاة، بعيد عن الدنيا. اشتغل فترة بسيطة موظف، لكن قلبه كان متعلق بالرهبنة. في 1927 وفي دير براموس ابتدت الرحلة، طبعا حياة الرهبنة والزهد. لو في كلمة توصف حياته فهي النسك الشديد. كان بيصلي بالساعات، كان بياكل أقل القليل، عاش فترات طويلة في عزلة كاملة. كان بيعتبر الرهبنة حياة جهاد مش مجرد شكل. اتعرف عنه انه كان بينام ساعات قليلة جدا، وقضى سنوات ناسكا في طاحونة مصر القديمة، والمكان ده اتحول بعد كده لمزار شهير. الناس بدأت تسمع عن الراهب القديس اللي صلاته مستجابة. طبعا بالنسبة ليه صعوده للكرسي البابوي في سنة 1959 تم اختياره بابا للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سنة ال 116. ومن هنا بدأت مرحلة عظيمة جدا، مش مجرد بابا لكن مجدد روحي. أبرز إنجازاته طبعا النهضة الروحية الضخمة، أعاد إحياء روح الصلاة والقداسات وتشجيع الاحتراف والتوبة، ونهضة رهبانية كبيرة. تعمير الكنائس والأديرة، اهتم جدا بتعمير الأديرة القديمة. وأعظم إنجازاته إحياء دير القديس ماري مينا. كان عنده علاقة خاصة جدا بالقديس ماري مينا، وناس كتير شايفة ان الدير ده معجزة قائمة بذاتها. طبعا في عهده ظهور السيدة العذراء في كنيسة الزيتون سنة 1968. الحدث ده شافه آلاف المسيحيين والمسلمين، وبقى من أشهر الأحداث الدينية في القرن العشرين. بالنسبة للمعجزات، هنا بقى الجزء اللي خلى الناس تسميه بابا المعجزات. قصص كتير جدا ارتبطت باسمه، شفاعات واستجابات صلاة وتدخلات عجيبة وشهادات ناس من مصر وخارجها. وطبعا من أشهر الأسماء المرتبطة بمعجزاته البابا شنودة الثالث، اللي كان بيشهد له بالمكانة الكبيرة. وطبعا في ناس لحد النهاردة بتحكي عن معجزاته وعن شفاعته. علاقته بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان بينه وبين عبد الناصر علاقة احترام واضحة، ويقال إن عبد الناصر كان بيقدره جدا. وفي عهده حصل افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، وده حدث تاريخي مهم. طبعا بالنسبة التواضع بتاع البابا كيرلس، طبعا رغم مكانته كان بسيط جدا بشكل مدهش، بيستقبل الفقير قبل الغني ويهتم بالناس البسطاء. وطبعا كان بيرفض المظاهر ويهرب من المجد الشخصي، وده كان سر محبة الناس له. بالنسبة لرحيله، طبعا رحل في 9 مارس 1971، لكن الحقيقة هو ما رحلش من قلوب الناس. جنازته كانت مشهد مهيب ومحبة شعبية غير عادية، ولحد النهاردة سيرته حقيقة. طب ليه البابا كيرلس السادس بيعد شخصية استثنائية؟ لأنه جمع بين الزهد والقيادة والقداسة والمعجزات والتواضع والتأثير التاريخي، وده خلى اسمه مش مجرد اسم بطريرك، لكنه كان أيقونة. علاقته بالقديس ماري مينا، كان عنده محبة خاصة جدا لماري مينا، ولما أسس دير القديس ماري مينا اعتبره مشروع روحي ضخم. طبعا في عهده تم افتتاح الكاتدرائية المرقسية، بناء وتجديد الكنائس، استعادة وفاة القديس ماري مرقس. البابا كيرلس كان رمز وطني جدا، كان محبوب من المسلمين والمسيحيين. العلاقة بينه وبين عبد الناصر كانت طبعا مبنية على الاحترام المتبادل. عبد الناصر كان بيقدره لأنه كان شايفه رجل زاهد لا يطلب شيء لنفسه، قائد ديني وطني، شخصية حكيمة بعيد عن الصدام، رجل بيجمع ولا يفرق. والبابا كيرلس لم يكن رجل صراعات سياسية، ولم يكن معارضا ولا لاعب سلطة، لكنه كان يعرف كيف يحفظ الكنيسة والوطن. وكان بيرى أن مصر وطن للجميع، ودائما كان يؤكد أن الوطن قبل كل شيء، وده خلاه رمز وطني مش طائفي. كان محبوب جدا من المسلمين والمسيحيين، وده مهم جدا. محبته تجاوزت حدود الكنيسة، وكتير من المسلمين كانوا بيحترموه، والبعض بيترك منصب والبعض بيترك تاريخ. أما البابا كيرلس السادس فترك روح لا تزال حية من راهب مجهول في صومعة إلى القديس تهتف باسمه الملايين. هذه ليست سيرة رجل
بل سيرة عصر. ولذلك سيبقى سؤال: هل كان البابا كيرلس بطريركا فقط أم ظاهرة لن تتكرر؟ إنه البابا كيرلس السادس رجل عاش على الأرض بروح السماء. وبكده تكون حلقة النهاردة انتهت. كان معاكم محمد سالم. لو عجبتكم الحلقة يا ريت تدوسوا لايك وتدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلوك كل جديد، ونتقابل في فيديو جديد. سلام.